سعر الصرف المفروض يعكس القلق اللي أنت تفضلت به. لحد الآن ماذا يعكس هذا الواقع؟ لعدة أسباب. ربما مدخرات الناس مو بالدينار، من أول بالدولار. فالطلب على الدولار والطلب عليه ما راح يكون بالكمية والنسبة اللي أنت تفضلت بها. طبعا اكيد اكو نوع من ما اقول قلق، لكن علامه استفهام شلون راح ياثر على كل شخص حسب وضعه الخاص. انا تعتمد اذا شخص يسافر كل يوم رايح الى اوروبا ورايح ما ادري وين، طبعا راح يتاثر. لكن الاشخاص اللي يسافرون الى دول الجوار ما راح يتاثرون، لان دول الجوار عملتهم نزلت 50 60 70% مقارنه بالعراق. اذا شخص متعود ان ياكل بطريقه كل البضائع مالته مستورده اكيد راح يتاثر. اما الشخص الاخر المعتمد على السلع العراقيه والبضائع العراقيه المحليه ما راح يشوف هذا التغيير، بالعكس راح يشوف راح يزيد المنتج العراقي، وربما راح يهدئ من الارتفاع، من نسبه الارتفاع من البضائع المستورده. بنفس الوقت التجار نفسهم يعني اذا عندهم فد هامش جيد المفروض يعني يمتصون جزء من هذا اذا يريدون يحافظون على السوق مالتهم. فهذه المخاوف انا اعتقد ممكن ان تزيد بالوسائل التواصل الاجتماعي، لكن كثير منها ما اقول غير مسؤوله، كثير منها ما تعرف التعقيدات الموجوده، ما عنده خبره كافيه وواسعه، فيركزون على جانب او جانب اخر ويسلطون اضواء عليه ويضخموه اكثر ما هو. انا اعتقد اكو مبالغه كبيره بطريقة التعامل مع هذه التغييرات. تكلمنا مع كل رؤساء الكتل، تكلمنا مع الأقطاب خلينا نسميه، وتكلمنا مع اللجنة المالية، تكلمنا مع رئاسة مجلس النواب، وبصورة عامة هم عندهم علم ودراية بأي اتجاه ماشيين. عدة مرات تكلمنا عن ضرورة الإصلاح والتغيير وفوائد الإصلاح والتغيير، وما شفت يعني أنا أي اعتراض ملحوظ من الأطراف. ربما يغيرون مواقفهم بعدين ما أدري، لكن الواقع بأن أنا أعتقد الموازنة مالتنا موازنة إصلاحية تحمل مسؤولية كبيرة وصالحة لمواجهة التحدي. فإذا أي جانب مجلس النواب، لجان مجلس النواب عندهم أي تغيير نحو الأحسن ينطونا أفكارهم، ممكن ذاك الوقت الموازنة تعدل حتى تأخذ بنظر الاعتبار هاي التغييرات الإيجابية. لكن بصورة عامة أنا أعتقد ما حد يقدر ينكر بأن هذه الموازنة موازنة أساسها هي الإصلاح وتغيير المحور الاقتصادي، وماكو تغيير بدون ما بعض الأطراف تدفع جزء من الثمن، لكن أطراف أكثر راح تستفاد. أنا أنظر للعدد الأكبر اللي راح يستفيد، مو القلة اللي راح يتضررون على المدى القصير.